لما الهوى بيحكي نغم سوري. بيحكي ألوان سورية بلسان لهجاتنا، بيحكي لغتنا وتراثنا وأصالتنا، وبيرسم على اللحن حكاية حرف وموسيقى. ولما بيحلى الحكي رح يحلى سهرنا. حلو يا سهرنا معي أنا أحمد سكاف كل أربعاء الساعة 7 المساء على هواء نينار FM. نينار معكم عطول. مساء الخير لكل حدا عم بيسمعنا عبر هوا إذاعة نينار FM على الترددات 89.6 من دمشق وحمص وحماة وحلب واللاذقية، والتردد 101.1 من مدينة طرطوس. منرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع حلو يا سهرنا. قبل ما نبلش بحلقة اليوم بدنا نقول: لن تجد إنسانا قويا دون ماض مؤلم. لا أحد يصل إلى مرحلة العقلانية والنضوج قبل أن يتحطم شيء ما بداخله. ولكل مستمعي إذاعة أهل الدار نينار FM ولكل متابعي برنامج حلو يا سهرنا كل تحية عطرة فيها سلام تحمل الحب والاحترام. تقبلوها من فريق العمل الموجود معنا بغرفة التنفيذ. معنا بالإخراج الإذاعي وهندسة الصوت مدير هوا إذاعة نينار FM فادي قروشان، وفي البث المباشر معنا مجد منصور، وفي الإشراف العام والمتابعة رئيس تحرير إذاعة نينار FM حازم شحادي، وفي الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون معكم أحمد سكاف. وكل الأمان الطيبة بالصحة والخير والرزق وسعادة الأرواح وراحة النفوس لكل أهلنا بسوريا. تحية لكم مني أحمد سكاف من برنامج حلو يا سهرنا، من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من بيوتكم وسياراتكم وعبر السوشيال ميديا الخاصة بإذاعة نينار. حلو يا سهرنا بيحلى بوجودكم، ونينار معكم عطول. حلو يا سهرنا طبعا للي عم بيتابع مثل ما بتعرفوا حكى ب3 مواسم اللي سبقت النغم السوري باللهجة والضحكة والمعلومة والموسيقى والأغنية. استضاف كتير فنانين ولا يزال عم بيستضيف وعم بيسلط الضوء على قامات وأصوات سورية جميلة ومميزة. بحلقة اليوم من برنامج حلو يا سهرنا حيكون معنا ضيف من مواليد عام 1993 من مدينة اللاذقية. انت قلبي انت حبيبي يا عمر انا بيك حلمت احبك اودك يا حلو يا زين عنجوم الليل يا مصر. بدأ طريق الفن من عام 2000 يغني بطريقة جميلة ومميزة ومنفردة، عنده مشاركات بكل أنحاء بسوريا بالحفلات والمناسبات العامة. يا مصر
بيغني عدة ألوان وبالأخص اللون العراقي واللبناني والعاطفي وغيره من الألوان إضافة للعتابات واللون السوري وتراث الساحل السوري. يمتلك صوت مميز وإحساس جميل وثقافة موسيقية بتأهله يغني عدة ألوان غنائية بالإضافة للأغنية العاطفية اللي بيأديها بطريقة مميزة وجميلة. يا دمعتي لا تنزلي قلبي عليهم يغلي غلي أحبهم أودهم. ما يميز ضيفنا هو حالة تجديده للأغاني من كل الألوان. شارك بالعديد من الفعاليات السورية والمهرجانات اللي بتتعلق بنقابة الفنانين بسوريا وبالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. تمت استضافته عدة مرات عبر وسائل الإعلام السوري. يا مسرت تم تكريمه بمهرجان ألوان ومهرجان حلب لنجم الأغنية السورية عام 2020. شارك بالغناء على عدة مسارح منها دار الثقافة بمحافظة اللاذقية والمدرج الروماني الأثري بمدينة جبلة، وشارك بفعاليات تكريم أهالي الشهداء وحفلات وطنية بجامعة تشرين عن طريق النادي الموسيقي لجامعة تشرين. نشاطه انتشر واقعيا وعبر السوشيال ميديا، وخصوصا أغنية أنت قلب اللي عم نسمعها واللي حققت عبر اليوتيوب 40 مليون مشاهدة. انت حبيبي انت يا حب بين العشاق انت التوب. أعماله خاصة جميلة وكتيرة، بنذكر منها يلي ناوي على السفر، نبض القلب، حظر تجوال، أنت قلب، مو نيتي، ضي العين هي أغنية للأم، وأغنية البوصلة. ودك يا حلو يا زين عن نجوم الليل يا مسرت. رح نسمع صوت ضيفنا على أنغام ملحن وأورجانيست يعتبر من أمهر وأقوى العازفين في سوريا والعالم العربي. صار لازم نرحب بالفنان فادي شريقي. يسعد لي مساك، شرفت ونورت استديوهات إذاعة أهل الدار نينار اف ام. الله يسعد لي مساك وكل اوقاتك ومساء الخير لكادر نينار اف ام والاذاعه نينار اف ام. حياك الله حبيب القلب. حبيب الاخ والصديق الغالي الاعلامي المميز دائما، طبعا الي شغف انا اني اطلع معك دائما. نحن نتشرف فيك الغالي. يا حبيب القلب، نتشرف فيكم واهلا وسهلا فيك والحمد لله على سلامتكم. ايضا بنرحب بعازف الاورج الفنان عامر رزوق، وبالكورال الاخ العزيز طارق ليلى، ومنرحب بمدير اعمالك ضيفنا عم يحضرنا كمان معنا الاستاذ ابي زيود. حبيبي استاذ احمد، يسعد لي مساكم. كيف كان الطريق؟ والله الحمد لله كويس كثير. الله يخليك. كويس، كانت الشمس هيك طالعه ودفى مطر. الله يبعث الخير يا رب. حياكم الله جميعا، اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا ونورتوا. وان شاء الله تعالى الحلقه رائعه وجميله ونار إن شاء الله. بوجودكم عبر هوا اذاعه اهل الدار نينار. حبيبي يا عمر انا بيك حلمت احبك اودك يا حلو يا زين عن نجوم الليل يا مسرت. انت قلب قلبي انت حبيبي يا عمر انا بيك حلمت احبك اودك يا حلو يا زين عن نجوم الليل يا مسرت. الصحة، الأهل، كيف عم بيكون شغلك هالأيام؟ هلا الصحه تمام الحمد لله رب والأهل؟ العالمين، الله مفضل علينا دائما، والاهل بألف ألف ألف خير. تحية لإلهم عبر هوا إذاعة نينار. طبعا التحيه الاولى يعني دائما لاهلي، وهذول نقطه ضعفي بالحياه، يعني اهلي حبايب قلبي أنا. هن نقطة ضعف عاطفيا ونقطة قوة من حيث احبهم الانطلاق. جدا جدا جدا. الله يحميكم جميعا ويحمي أهاليكم يا شباب. حياكم الله، حفظكم الله جميعا من كل سوء. كيف عم يكون شغلك هالأيام؟ على شو عم بتركز أكتر شيء؟ شو عم تشتغل؟ هلا الشغل تمام، بس هاي الفترة بال 2023 يعني أنا أخذت مثل ما بيقولوا خطة جديدة، يعني عمل جديد، يعني بدنا ننسى 2022 وما قبل. مفهوم. لأنه غلطنا كتير وتعلمنا وعم نتعلم وكذا، والحمد لله عم شوف حالي صح هلا. من يعمل يخطئ. إيه طبعا، من يعمل يخطئ. من لا يخطئ يعني ما مرقت عليه التجربة أبدا. أحسنت، حياك الله. طبعا كلامك دقيق صحيح. إيه، فالشغل عم يكون تمام، بس أنا هلا صار لي موقف تقريب الشهر، يعني عم حضر لشيء كتير منيح،
وشي بيشبهني، يعني كل شي غنيته وقدمته تمام وبحبه أنا وبحب لوني اللي أنا دائما بقوله، ومثل ما تفضلت أنت قدمتني. بس هلأ عم تحضر لشي كتير 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 مهم. أتمنى لك الخير وبيشبهني. والتوفيق. إذا البوصلة هلا قبرتها مضبوطة باتجاه الشيء اللي يشبه فادي باتجاه الشريطي النجاح. إن شاء الله تعالى. البوصلة أول شي هي بوصلة الأغنية الجميلة، تحكي لنا عنها. البوصلة هي كلمات خالي الدكتور سليمان حموين، والحاني أنا، وتوزيع المايسترو الكبير عامر رزوق. أهلا وسهلا في عامر. فالبوصلة كنت هيك قاعد أنا هيك دائما نحن بالعائلة. هلا أنا عائلتي عن جد فنية بحت، يعني مو كل ما واحد طلع يقول أنا ابن عائلة فني، أنا أبا عن جد يعني معنى القصة هيك مفهوم. وهلا بنحكي بهالموضوع هذا عن نشاط الوالد ونشاط أفراد العائلة بالفن. فالبوصلة كلمة كنا قاعدين هيك سهرية ببيتنا وعاملين هيك احتفالية صغيرة، فخالي بيقول لي بدي اكتب لك أغنية. قلنا له ايه ما في مشكلة وهيك. فكتب الأغنية، نحن ما مسمعينها أبدا، بس انه بيقول انه فيها بوصلتي هي دربك. فنحن بدنا دائما، انا بركز على اسم الأغنية انه دائما يكون مختلف ومميز، ما مطروق ابدا. فقلت له شو رأيك نقول البوصلة؟ فقال لي فكرة جميلة البوصلة. ايه، وانا ما بتخذ قرار بدون رأي عامر، يعني عامر بيقول لي خلص ايه. كلمات مين؟ كلمات الدكتور سليمان دكتور حموي خال حضرتك. خالي ايه. والحان فادي شريقي. الحان حضرتك وغناء فادي شريقي. غناء. تمام. ومين بده يوزعها هلا موسيقيا؟ الله عامر استاذ عامر رزوق. بنسمعها منقول ايه. رح اتسلل عبيتك واسرق من بابك نظرة وادعي ربي يا ريتك كنت امي هالمرة. رح اتسلل عبيتك واسرق من بابك نظرة وادعي ربي يا ريتك كنت امي هالمرة. جنني والله حبك يا حلوة عيني ربي، لما بضيع عن دربي بوصلتي هي دربي. بابك نظرة وادعي ربي يا ريتي كنت امي هالمرة. رح اتسلل عبيتك واسرق من بابك نظرة وادعي ربي يا ريتي كنت امي هالمرة. جنني والله حبك يا حلوة عيني ربيك، ولما بضيع عن دربي بوصلتي هي دربي. والله حبك عيني ربيك، ولما بضيع عن دربي بوصلتي هي دربي. يلا عاشور
مشتاق قلبي مشتاق، هجرك ما بقى ينطاق. مشتاق قلبي مشتاق، هجرك ما بقى ينطاق. رغم الحالي التعباني الله مقسم الأرزاق. رغم الحالي التعباني الله مقسم الأرزاق. جنني والله حبك يا حلوة عيني ربيك، ولما بضيع عن دربي بوصلته هي دربي. جنني والله حبك يا حلوة عيني ربيك، ولما بضيع عن دربي بوصلته هي دربي. الله يا رسول. هالدلال ليش كتير حاجبي قلبي تعتير. هالدلال ليش كتير حاجبي قلبي تعتير. رغم فصولك يا مجنوني بحبك والله أنا كتير. رغم فصولك يا مجنوني بحبك والله أنا كتير. جنني والله حبك يا حلوة عيني ربيك، لما بضيع عن دربي بوصلته هي دربي. جنني والله حبك يا حلوة عيني ربيك، لما بضيع عن دربي بوصلته هي دربي. ما شاء الله عنكم عزفا وغناء وإحساسا، الله يعطيك ألف عافية يا لك رب. دخيل ربك الله ما يعافيك هذا يا الصوت رب. الرائع والقالع والجميل. لك حبيب قلبي أحمد الغالي. حياك الله أستاذ عامر، ما شاء الله عنك، حياكم الله جميعا. البوصلة جميلة، أغنية حلوة، لحنها حلو، كلماتها حلوة. مين هي اللي مجننتك يعني هلا؟ والله عم تغني هيك حسيتك كتير عم تعطي إحساس، معناته صايرة معك قصة، والله قصة حب. طبعا ما في حدا ما مرق بتجربة حب طبعا. هلا أكيد. في حب هلا لا ما في. لا من سنة ولا هلا ما في يعني. هاي الأغنية هي لحبيبتك المستقبلية أو ما في يعني. حدا ما في حدا ما في حدا. أتمنى لك الخير والتوفيق. ما في حب هلا، ما في. خلص وقفنا لأنه بدك تحب عملك هلا. طبعا أكيد يعني حب مع فن هلا ما بتزبط أكيد. أنا يعني ما في حدا، ما أنا إنسان محب ومسالم وكل شيء. والأنثى أنا بعتبرها كتلة من الأحاسيس والمشاعر. يعني الأنثى هي ترتبط بالفن بالنسبة لي أنا. أكيد مرقت بتجربة حب أنا، بس فشلت وعادي بتصير مع الكل يعني. أكيد.
حضرتك بتجدد أغاني، واليوم عنوان الحلقة يعني أحد الأمور اللي بدنا نتطرق لها بحلقة اليوم بحديثنا هو الأخلاق المهنية. الأخلاق المهنية اللي بتمتع فيها الفنان اللي بده يجدد أي أغنية. هلأ رح نحكي باستفاضة أكثر عن هالموضوع هذا، بس أغنية منيتي أو منيتي منيتي هي أغنية من تراث الفرات، فلكلور فرات الرقة تحكي لنا عن تجديدك لإلها وبنسمعها إذا في مجال. أنا كنت حفلة بدمشق بنادي الرماي، فكان معي عازف عود أنا، فبيقول لي فادي أنت والله إنه بيحب صوتي وأدائي وهيك، فبيقول لي ليش ما بتجدد هاي الأغنية؟ قلت له أنا بسمعها منيتي هي ما أنا نازلة لا يوتيوب ولا شيء في الأرض. حتى أنا يعني اتفاجأت إنه من وين معك هي، فسمعني الأغنية. والأغنية هي عاملينها توزيع غربي بحت، غربي، وأغنية كلها كورال. فأنا بهاي اللحظة ببعتها أنا للمايسترو شريك دربي عامر رزوق، فببعتها فبقول له شوف لي هاي الأغنية، فأنا حابب غنيها وأنا حسيتها بتطلع معي يعني. فقال لي خلص أوكي ما تنزل على الهاتف وهيك، اتفقنا وكذا. نزلنا والله وأديناها للأغنية بطريقة كتير مميزة، وهو اشتغلها بطريقة كتير 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 حلوة. ويعني كانت الاختيار اختياري صديقي أنا، واقتنعت أنا فيها، بس اللي عشقني فيها كادر العمل اللي أنا ما بتخلى عنه دايما. لك الخير هاي الفكرة. نسأل هلا بدنا نسمعها بعد ما باخذ جواب عن سؤال من الأستاذ أبي زيود مدير أعمالك. الله يخليك. اليوم سر من أسرار النجاح، نجاح الفنان طبعا هو إدارة أعماله الناجحة. يعني أنت كيف عم تساعده؟ شو عم بتقدم له؟ هل هناك أسلوب جديد أنت عم تتبعه لإنجاح أعمال الفنان فادي الشريقي؟ نحن كتير عم نتحارب هلا أنا وياه، أنا والأستاذ فادي، يعني أنا داعم له بكل شيء. أتمنى لكم الخير والتوفيق، ورح ضل داعم له لآخر لحظة. أتمنى لكم الخير والتوفيق حبيبي. نحن علاقتنا مو علاقة مدير أعمال كيف شو صدفة جمعتكم؟ كنا بحفلة عرس وشفته يعني عجبني كتير، وعمل جو ولفت نظر العالم كله يعني، وراهنت عليه أنا، قلت هذا الشاب يعني عن جد مستقبل نجم، وراهنت عليه واستمرينا سوا. ونحن يعني أنا عندي 6 أخوات وهو السابع إن شاء الله. ما لكم الخير والتوفيق. الله يخليك يا رب. حبيبي حياكم الله حماكم الله. بنسمع منيتي؟ ايه اكيد طبعا. انا بس ما حكيت شيء عن منيتي انا ميال كتير كتير للتراث، للرقة تراث الفراتي بتحبه كتير كتير. ايه فغنيت لهاي الاغنية وما رح اغني غيرها لانه حبيتها كتير كتير. يلا ما عاد سمعنا غيرها بالحلقة؟ لا طبعا بدي سمعك لبكرة. لبكرة. الله ويا منيتي ويا زين ملقاكم، مجنون ليل صباحت واني بفرقاكم. الله ويا منيتي ويا زين ملقاكم، مجنون ليل صباحت واني بفرقاكم. مرشاي رب العارش داكون وياكم، نقديتي ولا العمر بقاع برية، نقديتي ولا العمر بقاع برية. صب الغالب ديلاله ولي ما تقولوا ليش علامه، صبوا لاني بجيلاله ولا تقولوا ليش علامه. العين ظلت رمده وقلبي يرجع سلامه، العين ظلت رمده وقلبي يرجع سلامه. اضرب
صد الغالي بديلاله ولي ما تقولوا ليش علامه صدوا لاني بجيلاله ما تقولوا ليش علامه العين ظلت رمده قلبي يرجع سلامه العين ظلت رمده قلبي يرجع سلامه اضرب 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 يا عين بطلي بوكا ويا روح بطلي نوح وردت يوم المفارق بيت طولة تروح يا عين بطلي بوكا ويا روح بطلي نوح وردت يوم المفارق بيت طولة تروح جبل مخيط شيفان جبال مغزي اللوح واسمعت بخبارين دار النفس بيا واسمعت بخبارين دار النفس بيا الله ويا منيتي ويا زين ملقاكم مجنون ليل صباحت وانا بفرقاكم مرجاي رب العارش داكون وياكم نقديتي ولا العمر بقاع برية. ما شاء الله عنك، إحساس جميل، عم بتغني بطريقة جميلة، عم بتغني لهجة وادي الفرات بطريقة فعلا احترافية. أنت بتغني الساحل السوري، تراث الساحل السوري، وحضرتك ابن سوريا أكيد طبعا. أولا وآخرا، ولكن كلهجة لهجتك لادقانية جبلاوية، ولكن عم بتغني اللهجة الفراتية بشكل الشرف جميل. طبعا أكيد لنا الشرف بكل لهجة سورية طبعا، كلنا أهل، كلنا طبعاً. أخوة، كلنا تحت طبعاً. راية وعنوان إن شاء الله يا رب الله يقدرني أغني كل اللهجات. حياكم الله، شرفتونا حضرتك والأستاذ أبي زيود مدير أعمالك، والغالي طارق ليلى كورال عم يساعدك، عم تضيف شيء جميل للأغنية. ما شاء الله عنك، حياك الله. أستاذ عامر رزوق حبيب القلب. مستمعينا مستمعي إذاعة أهل الدار نينار اف ام، متابعي برنامج حلو يا سهرنا اللي عم تسمعونا على تردداتنا 89.6 من دمشق وحمص وحماة وحلب واللاذقية، والتردد 101.1 من مدينة طرطوس. طبعا حلقتنا اليوم معنا ضيف جميل ومميز، هو الفنان فادي شريقي، شرفنا من محافظة اللاذقية. عم نسمع أغانيه بعدة ألوان، وكمان موضوع الحلقة اليوم لسه ما حكينا عنه، ما خضنا فيه زيادة، اللي هو المهنية والأخلاقية الذي يجب على الفنان أن يتمتع بها عند تجديده لأي أغنية. حنحكي عن هذا الموضوع ولكن بعد فاصل صغير، وكمان حنكمل سماع غنى وموسيقى. لا تروحوا لبعيد، راجعين. بيحكي نغم سوري. بيحكي ألوان سورية بلسان لهجاتنا، بيحكي لغتنا وتراثنا وأصالتنا، وبيرسم على اللحن حكاية حرف وموسيقى. ولما بيحلى الحكي رح يحلى سهرنا. حلو يا سهرنا معي أنا أحمد زكاف، كل أربعاء الساعة 7 المساء على هواء نينار اف ام. نينار،
معكن عطول. معكن عطول. مرة تانية بنقول مساء الخير لك الحدا عم بسمعنا عبر هوا إذاعة أهل الدار نينار اف ام على تردداتنا 89.6 من دمشق وحمص وحما وحلب واللاذقية، والتردد 101.1 من مدينة طرطوس. متابعي برنامج حلو يا سهرنا، مرة تانية نهديكم السلام والتحية من برنامج حلو يا سهرنا ونينار معكم عطول. مرة تانية كل التحية من فريق العمل، فادي قروشان بالإخراج وهندسة الصوت، ومجد منصور في البث المباشر، وحازم شحادي في الإشراف العام والمتابعة، ومني أحمد سكاف. بحبكم كتير. مكملين مع ضيفنا الفنان فادي شريقي وأعضاء فرقته الموسيقية الكورال طارق ليلى، وعازف الأورج الفنان عامر رزوق، ومدير أعماله الأستاذ أبي زيود. سمعنا صوته بالقسم الأول بكذا أغنية خاصة فيه وبأغنية جميلة من تراث الرقة. مكملين سماع مغنى وموسيقى، ورح نسمع صوته بأغنية اختار لنا إياها معك فادي. زوالف يا ابو الزيلوف، زلفة يا صابية، ولا تكسير بخاطيري وبتندم عليا. يا ريت الله ما خلقني ولا جبتيني يا ميمة، يا ريت الله ما خلقني ولا جبتيني يا ميمة، واعطيتيني للشايب وظلمتيني ظالمة. بشيلك عكتافي، اسمك ما بشيله من بين شفافي. شفتها تتمشى على البراندا، غمزتني بعينها طلعت لعندها. محلى نومي عطيت زين ده 16 مدفع ما بيوعونا. مرة تانية مساء الخير وشرفتوا وشرفتوا ونورتوا حبيب الله يسعد القلب. اوقاتك. تسلم ويحفظك. ضي العين، عندك أغنية اسمها ضي العين، مين ضو عينك؟ ضو عيني امي، طول بعمرها يا رب ويعطيها الصحة. الله يطول بعمر امهاتكم جميعا حماك الله، الله يحفظك حبيب القلب. مثلك الأعلى بالفن؟
جورج وسوف سلطان الطرب. سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، بنوجه له تحية كبيرة عبر طبعاً هواء كبيرة إذاعة نينار أكيد، FM. والله يرحمه والعزاء أبني. والعزاء الحار طبعا طبعا أكيد. لقلبه، مقدم الله يصبره التعازي يا رب. حياك الله. إذا هو يعني مثلك الأعلى، طبعا بتحبه، سلطان تعتبره الطرب. قدوة كبيرة وعظيمة، يغني بسلطنة، يغني بإحساس. أنا دائما شو بتحب من صفاته للفنان جورج وسوف؟ الطيبة والأخلاق، إنه هو شخص محب، والسلام الداخلي اللي عنده. على موضوع الأخلاق والمهنية، طبعا لا حدا، ما حدا بيتشبه بجورج وسوف. على موضوع الأخلاق والمهنية، الفنان جورج وسوف يسمع كل الألوان السورية، وهذا معروف عنه. طبعا بيسمع كل الألوان ويغني طبعا بسلطنة وبطريقة منفردة ومميزة ما حدا سبقه عليها. شو بتقول على موضوع تجديد الأغاني أنت اليوم؟ الأخلاق المهنية الواجب توافرها عند الفنان اللي بده يجدد أي أغنية. مثلا أنا اليوم بدي أوزع أغنية، بدي أعيد توزيعها، عجبتني لأي كان من الفنانين، شو لازم ساوي؟ بدك تذكر اسم الشاعر اللي مشتغل في الأغنية اللي كاتبها، واسم الملحن بس، اسم وبتغنيها أنت. الشعر، اسم الملحن. بس حاجة. هلا حسب استضافتنا لفنانين كتير شرفونا باستديوهات إذاعة نينار، قالوا بأنه ليست هناك أي مشكلة في حال تم ذكر الفنان الشاعر وكاتب الكلمات الأغنية والملحن في حال غنيناها، لأنه الأغاني اليوم عم تتغنى. أما في حال تم تجاهلهم، تم طي أسمائهم، يعني ما مثل بتزبط. إيصال رسالة أنه نسبت له هذا الفنان، فهون في إجراء قانوني حكى عنه أحد ضيوفنا. طبعا هي شهادة حقوق المؤلف تؤخذ من وزارة الثقافة السورية. حكينا بهذا الموضوع ببرنامج حلو يا سهرنا وتبحرنا به. شو صاير معك بالنسبة لموضوع أغنية ولي قلبي؟ هلا ولي قلبي، أنا أولا بحب الأغنية ولو إنه ما بحب الأغنية وبحب صوته لاحظت عبر السوشيال ميديا في شوية مشاكل مشاكل. ولي فما بعرف، قلبي. أنا ما عندي مشاكل، بس هن عملوا لي مشاكل. حابب أعرف من حضرتك تفاصيل الموضوع. كنت عم اعمل بروفا انا والمايسترو عامر رزوق، فقلت له اخي ما نغني، ومنغني انا ولي قلبي دائما بغنيها بكل حفلاتي. يعني انا بحب الاغنيه وبحب وفيق حبيبي، يعني مع حفظ الالقاب اكيد. وجه تحية لكل ولو ما الفنانين السوريين. طبعا انا لو ما بحبه لوفيق وبحب صوته وبحب غني له، يعني اكيد ما غنيتها للاغنيه. اول ما نزلتها للاغنيه انا كتبت من اعمال الفنان وفيق حبيب وكلمات الشاعر احمد شحاده والحان سائر وماهر العلي. وبعدها هن ردوا لي باسلوب هلا انا ما عم احكي على وفيق حبيب مع حفظ الالقاب ولا عماير ولا سائر. انت عم تحكي عن طريقة التعاطي مع الحالة. هو شخص تعاطى فيها، بس لو ما اخذ الموافقة من الكادر كله اكيد ما تعاطى معي باسلوب لا اخلاقي مثل ما. شو الاشكالية بالضبط يعني؟ ليش؟ الاشكالية انه ما بيصير غني. احنا عم نشوف اغاني عم تتوزع، اغاني انا مين سمح؟ انا سرقت افكاره، ومين سمح لي اني اغني وكذا؟ ما في داعي حدا يسمح لي. يعني انا بالنسبه لي اغنيه بحبها وحبيتها ودخلت لقلبي، انا اي اغنيه في الارض هي بوجهها عبر منصه. كنت بدي اقول فكره بانه هناك اغاني طربيه يعاد توزيعها، واغاني وموشحات وقدود واغاني الفنان فؤاد فقرو عم يعاد توزيعها، فما بعرف ليش صار في اشكاليه. نحن ما وزعنا الاغنيه على فكره استاذ احمد، نحن كنا قاعدين اشتغلناها ب5 دقائق لايف ايقاعات اورج، لا توزيع ولا غيرنا فيها شيء ولا شيء. وانا من الناس اللي بحب صوت الفنان بس ما بقلده. هيك هن تهجموا وحكوا ما احكي بس على اللي كاتبه بس. شو بتحب تقول؟ انا بحب وجه كلمة عبر منبر نينار FM. الاغنية يلي بتدخل قلبي وبحبها رح غنيها لمين ما كانت تكون، والمحاكم موجودة لأن هن هددوني يعني بالمحاكم. الله يهدي النفوس والأحوال أنا بحب الكل يا أبو حميد، بحب الكل، والفن بحب غني للكل طبعا. الفن رسالة روح ومحبة ورقي. طبعا أنا بوجه تحية يعني للأستاذ وفيق حبيب، هو كبير وأنا بحبه وبحب صوته كتير كتير. بس كمان الأستاذ وفيق حبيب أنا بالنسبة لإلي يعني أنا ابن ريف اللاذقي وابن ساحل اللاذقي، أنا ما عرفته للأستاذ وفيق حبيب إلا بأغاني عادل خضور. فهل يا ترى إنه هدول النجوم اللي صاروا نجوم اليوم هن بيصير يغنوا للقبل ونحن بس نغني لإله؟ ليش؟ يعني أنت بتوجه هذا السؤال؟ بدي غني بدي غني والأغنية اللي بحبها.
بتمنى لك الخير والتوفيق. أيوة. بنتمنى لهم جميعا الخير طبعاً. والتوفيق، الفنانين كلهم. وانا بحبه للكبير وفيق حبيب، وإن بحبه شاء الله كتير. ما بتصير أيوة. مشاكل. نوجه له لا. تحية عبر أكيد. هواء إذاعة اكيد نينار. طبعا. الفنان وفيق حبيب، وضعك مع نقابة الفنانين بسوريا، والله هل انتسبت لم تنتسب؟ شو وضعك؟ انا لم انتسب لنقابة الفنانين، ولكن انا ما بشتغل، يعني بشتغل بسوريا ضمن اذن عمل سنوي. مهم. نحن لانه ما في، يعني انا بتمنى من نقابة الفنانين وقت اللي بتعمل انه دورة انتساب للنقابة، يعني تقدموا بشكل واضح ويوصل لكل الفنانين، لانه انا الي الشرف اني انتسب للنقابة. نحن في دورات ما سمعنا فيها، بتمنى لك الخير يعني والتوفيق. فجأة طلعوا اسماء اللي ناجحين وما بنعرف شو. يعني انت اذا حاطط انا كتير حابب حابب والي تنتسب شرف طبعا لنقابة نقابتي. الفنانين. ايوه انا بتشرف فيها طبعا. حياك الله. شو بنسمع بصوت حضرتك هلا؟ نسمع ولي قلبي اكيد. يلا. ولي قلبي ولي عيني، ولي قلبي ولي عيني، ولي قلبي ولي عيني، ولي عيني لا تبكيني، ولي قلبي ولي عيني، ولي عيني لا تبكيني، لا تبكيني يا دمعاتي بقلبي مخبآتي، لا تبكيني يا دمعاتي بقلبي مخبآتي، لا تبكيني يا دمعاتي بقلبي مخبآتي، لا تبكيني يا دمعاتي بقلبي مخبآتي. يا يما انا تعبان والدنيا تسمع ويلاتي، ويلي قلبي ويلي عيني، ويلي قلبي ويلي عيني، ويلي قلبي ويلي عيني، ويلي عيني لا تبكيني، ويلي قلبي ويلي عيني، ويلي عيني لا تبكيني يا رزوق. آخ يا قلبي يا قلبي، يا ويلي احساسك يا رسول. ويلي يما ويلي يما ويلي بويا، ويلي يما ويلي بويا، ويلي ولفي ويلي خويا، ويلي يما ويلي بويا، ويلي ولفي ويلي خويا، لا تخونيني يا أفكاري بقلبي شعلاني ناري، لا تخونيني يا أفكاري بقلبي شعلاني ناري، لا تخونيني يا أفكاري بقلبي شعلاني ناري، لا تخونيني يا أفكاري بقلبي شعلاني ناري. يا يما أنا تعبان والدنيا تسمع ويلاتي، يا يما يا يما أنا تعبان والدنيا تسمع ويلاتي. سلامتك من التعب. دخيل قلبك. الله يعطيك الله العافية يا يسلمك. رب، يعطيكم تسلم. العافية جميعا. تسلم تسلم. الأشخاص اللي وقفوا معك ودعموك، أنا كنت بدي أسأل الأستاذ أبي زيود هذا حبيبي السؤال، الله يخليك. مين عم يدعمكم؟ مين عم يوقف معكم؟ مين عم بيساعدك بإدارة أعماله؟ يعني اليوم أي عمل هو منظم ومكون من فريق، كل عضو منه بيعرف مهامه، وهو يفضي إلى النجاح أكيد. صح. فاليوم مين عم يوقف معكم؟ مين عم بيدعم؟ ما في حدا، نحن الكادر عامر رزوق واقفين مع بعض. الاستاذ فادي والاستاذ
يعني عم تدعموا كل بعض يعطنا ايوه عم ندعم بعض. بخبرتكم رب العالمين هو نتمنى لكم الخير والتوفيق الدعم الحمد لله. بمسيرتك الغنائيه ما شاء الله عنك بتقديم حضرتك عندك مشاركات بالمهرجانات بالهيئه العامه لإذاعة والتلفزيون. طبعاً. تمت استضافتك وتكريمك بمهرجان الوان ومهرجان نجم الحمد سوريا لله رب بحلب، العالمين. فهذا الشيء رائع. بهالمسيره هالجميله هي انت مين دائما بيخطر ببالك اسماء دائما انت تشعر بحاله امتنان لإلهم؟ ما في اسماء يعني معينه بشعر بالامتنان لهم، انا بشكر رب العالمين بس. اكيد يعني متكل الشكر على الله. الاول والاخر هو لله عز وجل، ولكن هناك اسباب أسماء ارضيه معينة. اسباب ارضيه يهيئها رب العالمين بنجاحاتنا. هن اهلي والله العظيم ورضا اهلي علي بس. الله يرضى عليك يا رب. بس اهلي حبيب وبس يعني عن جد. اتمنى لك الخير والتوفيق. اهلي يعني انا متوفق انه كمان غير انه اهلي والامتنان عن جد لاهلي، كمان انا متوفق بكادر عمل اللي هو ما حزام شاء الله الظهر. عنه. يعني حزام الظهر انا كفرقه موسيقيه اقسم بالله، وبي اخ وصديق وحبيب يعني، وحكيت عنه بكذا لقاء انا. اتمنى لكم يعني الخير والتوفيق أستاذ وبي أبي. شريك درب ورفيق يعني اكثر ما انه اداره اعمال او اشراف عام. اخ لإلي. شو بتقول لك الحدا عم بيحاربك؟ قول يا صغير اقعد عاقل. يلا اسمع. اهلا وسهلا. إيه يا صغير اقعد عاقل، عيبة تسوي مشاكل. إيه حتى توصل لفادي بدك 10 مراحل. اي والله. كل فنان وفنانة اني ضاغطهم على المسرح وحدي، اسمي الراعبهم. على الباشا ول كل فنان وفنانة اني ضاغطهم على المسرح وحدي، اسمي الراعبهم. ول شلون تقارني بغيري وانا الباشا، كلكم زلم صرتوا من ورا الشاشة. أنا المرضان قلبي، أنا روحي تلفانة. يا صغير اقعد عاقل، عيبة تسوي مشاكل. اتمنى لك الخير والتوفيق ما شاء الله. جميلة طبعا. حبيبي. الرديات هي عملت حلقة عنها اسمها القراديات تماماً. والرديات وتؤدى بكذا لهجة سورية. تماما. فطلعت معك جميلة جدا. أنا بستخدمها بكل حفلاتي لأنه مطلوبة طبعا، واللي قواها لهاللكنة وهاللهجة طبعا الزميل نوار الحسن. أنا ببعث له تحيات وسلامات لأني الفنان نوار كمان الحسن من قلبي بحبه. استضفنا نجم وطيب كتير، وإنساني وابن عيل وناس. حياكم الله حبيب كلكم على سلامتكم والله. بالتخير ربك. الله يحفظكم. نتمنى لكم الخير والتوفيق جميعا. كيف اليوم عم بتشوف السوشيال ميديا إلى أي حد هي مهمة بنجاحك؟ السوشيال ميديا يوتيوب، يعني أنت اليوم لما بتشوف أغنية مثلا أنت قلب 40 مليون مشاهدة، هذا الشيء بيخليك تروح باتجاه السوشيال ميديا أنه أنت بدك تهتم بحالة مظهر مونتاج معين، أم لا أنت بدك تضل تأدي على المسرح بالحفلة باقتدار بقوة بأكاديمية بثقافة موسيقية؟ وين بتروح بأي اتجاه أكتر؟ هلا انت هون وقعتني بين نارين، او الاثنين بيكملوا بعض. الاجباري يعني الفن بلا سوشيال ميديا اليوم ما في. شلتك من النار تماما. انت استاذ. عفوا منك. ايه طبعا يعني لانه مقصد الكلام في ناس بيهمها السوشيال ميديا، في ناس ما بيهمها، بيقول ما خلص انا عم بندعي على برامج وعلى حفلات، ما بدي مين صورني، ما بدي اسوي كليب خاص فيني، ما بدي الى ما هنالك. والبعض يتعامل معه باسلوب ذكي، بانه انا اقدم كل مقدرتي وطاقتي الفنيه في الحفلات، ولكن ادعم هذا الموضوع بحاله يوتيوب بحاله فيسبوك. تماما الحكي. هلا نحن انا حدا مجتهد،
والمتابعين لإلي بيعرفوا هذا الشيء. أتمنى لك الخير والتوفيق. يعني أنا ما في شهر ما بنزل أغنية فيها، يعني لايفات، أغاني، مقاطع من حفلاتي كذا. السوشيال ميديا شيء أساسي كتير كتير لحتى للانتشار، يعني للمطرب ينعرف. تمام. أكيد. والحمد لله رب العالمين أنا عبر منبر إذاعة نينار اف ام أنا بوجه تحية لثلاث أشخاص، يعني هدولي كمان فيني أقول لك حزام الظهر، شخص مغترب سوري مغترب بس كتير بيحب بلده، وطني كتير كتير غني عن التعريف، هو خالد حمد اسمه. نوجه له تحية. بنوجه له تحية، صاحب لكل منصة مغترب. عتابات ساحلية. هو داعم معروفة. لكل الفنانين. نوجه له تحية السوريين. عبر هواء إذاعة نينار اف ام. طبعاً. له لكل شريف سوري في بلاد خالد حدا الاغتراب. صديق وغالي علي كتير كتير. حياكم الله. في شخص تاني كمان جولدن تايم علي إبراهيم، كمان صديق وحبيب وكتير شاب خلوق يعني. وفي وجه أسعد له تحية. ماصيف كمان شاب حياكم الله. كمان كتير أكابر ومحترم. بس الحزام الظهر الأساسي وبعتبره أنا كمان فادي شريقي اللي هو خالد حمد عتابات ساحلية. الله يحميه يا هذا رب. كتير كتير ساعد ويعطيه- فنانين، ويعطيكم العافية. وفي عالم صارت نجوم من وراه. التوفيق يا رب. حبيب القلب. التوفيق له ولكم ولكل حدا يحترم هذا الفن وهذا اللون السوري الجميل والمميز. وقت الحلقة ما راح يسعفنا نسمع ألوان عاطفية وألوان لبنانية، ولكن المكتوب مبين من عنوانه دخيل ما شاء الله ربك عنك. أنا. بدي رسالة منك عبر هوا إذاعة نينار ونسمع شيء بسيط بنهاية الحلقة لو سمحت. رسالتك. أنا أولا كل التحيات وشكرا كتير 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 لإلك خي وصديقي الغالي الإعلامي المميز واللي بحب أخلاقه كتير، الأستاذ أحمد سكاف. العفو، والله يجبر بخاطرك يا رب. وتحياتي حبيب القلب. لإذاعة نينار اف ام، الإذاعة الأم بسوريا والإذاعة القوية كتير كتير، ونحن إلنا الشرف إنه متواجدين فيها أهلا ولكادر وسهلا هاي فيكم. الإذاعة المحترمة. أهلا وسهلا فيكم. وتحياتي لكم جميعا، وإن شاء شباب. الله ما أكون نسيان حدا. فادي الحبيب، فادي قروشان الرائع، فادي قروشان الرائع، عن جد مدير شكراً هوانا، لإلك. مدير الهوى النيناري ومهندس الصوت. الله يحميك يا رب يا حبيب القلب، عم يتعب معنا دائما وعم بيعطي اجمل جوده شكراً صوتيه يا قدر حبيبي. المستطاع موسيقيا وغنائيا. ومجد منصور بالبث المباشر، ايضا رعايه الصوره بمعيته وفرقتنا الموسيقية عامر فرقتكم رزق. الجميله. سمعونا ما يمكن سماعه بنهايه الحلقه. حساسة ومزيونة لون الورد لونه، وإله من عيونه وإله وإله. حساسة ومزيونة لون الورد لونه، وإله من عيونه وإله وإله. وعيون السواهي جابوا لي الدواهي، وانضعت تلاقوني بعيون السواهي. وعيون السواهي جابوا لي الدواهي، وانضعت تلاقوني بعيون السواهي. عالربابة يا بابا، عالربابة عالربابة ادعس. يا قلبي مبين الورادة حلوة حلوة زيادة، دادي عيني دادي اسم الله وما شاء الله. من بين الورادة حلوة حلوة زيادة، دادي عيني دادي اسم الله وما شاء الله. وعيون السواهي جابوا لي الدواهي، وانضعت تلاقوني بعيون السواهي. وعيونك يا أحمد جابوا لي الدواهي، وانضعت تلاقوني بعيون السوايا.
ما شاء الله عنك. قبل ما انسى، ببداية الحلقة قلت انه بتنحدر من عائلة فنية، وقلت بدنا نحكي عن هالموضوع. تماما. اعطيني فكرة بسيطة، من هو الفنان بعائلتك؟ انا اخوالي اثنين بيكتبوا وبيعزفوا على العود، وفي عندي خال بيعزف على الجيتار. نوجه لهم تحية امي عبرها. بتغني والدتك؟ طبعا. طب كنا سمعنا صوتها ومتبارك، لك يا ريت. والله العظيم كنت والله لها تليفون والله العظيم. والله ما صار شيء. لك يا حبيب قلبي، ما صار شيء. تخجل كثير والله العظيم. وفي بنت عمي نحن بنروح لعندها، انا بروح لعندها. براسي معزوم كادر اني نار اف ام. لا انا بروح لعندها وبساوي لقاء وبخليها تغني. براسي. انا بروح لعندها على البيت. براسي. وبدي زودك بشغله كمان، في تفضل. بنت عم امي فاتن حموي معروفه كمان، اكيد. يعني شاركت بمهرجانات الجزائر. بس هذيك فيروزيات ما يعني. بتقلنا هالحكي من زمان يا زلمه، الله يسامحك. الله حبيب يحفظك. القلب. حبيب طبعاً. القلب. تشكركم واهلا دخيل وسهلا ربك. فيكم. عراسي. شرفتونا. شكراً الفنان الرائع فادي شريقي دخيل ربك. ومدير اعمالك الاستاذ حبيبي ابي الله زيود، يحييك. حياكم الله الله جميعا. يخليك. الكورال طارق ليلى، يسعد لي اوقاتك يا حبيب القلب وشرفتنا. الاورجانيست الجميل عامر رزوق، حياكم الله. مستمعي إذاعة أهل الدار نينار اف ام، حلقتنا اليوم كانت غنية ومنوعة بتوقيع الفنان فادي شريقي برفقة الأورجانيست الفنان عامر رزوق والكورال طارق ليلى وأصدقائه اللي شرفونا، طبعا مدير أعماله الأستاذ أبي زيود. حكينا بكتير موضوعات تتعلق بأغانيه الخاصة وإعادة توزيع الأغنية السورية الفراتية، وحكينا عن أعماله الجاية وسمعنا صوته بكتير أغاني، وحكينا عن موضوع يتعلق بمهنية إعادة توزيع الأغاني. نتشكر على هذه الحلقة الجميلة. اسمحوا لي بزاوية خاصة أقول بأنه منذ أيام قليلة نعت وزارة الثقافة الشاعر والكاتب والقاص المبدع شوقي البغدادي عن عمر يناهز 94 عام، اللي ولد ببانياس ونشأ وترعرع بطرابلس واللاذقية، واللي عمل كمدرس للغة العربية وآدابها بمدارس دمشق، وشارك بحركة التعريب بالجزائر بعد الاستقلال. شارك أيضا بتأسيس رابطة الكتاب السوريين عام 1951 وتأسيس اتحاد الكتاب العرب عام 1969. طبعا نشر العديد من المجموعات الشعرية والقصصية اللي تركت أثر مهم بالأدب. طبعا نذكر منها أكثر من قلب واحد، لكل حب قصة، أشجار لا تحب، بين الوسادة والعنق، إلى ما هنالك من أعمال أدبية جميلة. من إذاعة أهل الدار نينار اف ام نقول رحم الله الكاتب والقاص شوقي البغدادي. وبنهاية حلقة اليوم من برنامج حلو يا سهرنا، اسمحوا لي اختم بأبيات للشاعر الراحل عبر من خلالها عن شعوره بدنو أجله واقترابه من الموت بكلمات عميقة ومعاني سامية وعبارات عظيمة، فقال: ما عساني وقد غرقت أقول ليس ماء هذا السواد الثقيل، أظلمت كلها البحار وضاعت وجهة الريح والطريق الطويل، هي شيخوختي أم الأرض جفت وانتهى عهده الزمان البليل، هي شيخوختي أم الأرض جفت وانتهى عهده الزمان البليل، ورفاق الطريق لم يبق منهم غير ما في النواة حين تسيل، لم يزل في حديقتي بعض عشب وبقلبي ما لا تسر العقول، أنت ميت وإن لهثت قليلا لا يبوح الأسرار إلا القليل، ثم عزف كأنه الليل يدنو وجلال كأنه الترتيل، لا تودع فالشعر أقوى من الموت، لا تودع فالشعر أقوى من الموت، وفصل جادت إليه الفصول. شوقي البغدادي الشاعر والشعر النادر الذي لا يقهر عاش قرنا وأورثنا أدبا وشعرا.
كل الشكر لكم متابعينا عبر هواء إذاعة أهل الدار نينار اف ام اللي عم تسمعونا على الترددات 89.6 من دمشق وحمص وحماة وحلب واللاذقية، والتردد 101.1 من مدينة طرطوس. متابعي برنامج حلو يا سهرنا، نتشكركم باستماعكم من بيوتكم وسياراتكم وعبر السوشيال ميديا الخاصة بإذاعة نينار اف ام. لحلقة اليوم اللي كان معنا فيها الفنان فادي الشريقي وأعضاء فرقته الموسيقية الأورجانيست عامر رزوق والكورال طارق ليلى، ومدير أعماله الفنان أبي زيود، الأستاذ أبي زيود. يا رب تكون حلقة اليوم نالت إعجابكم. تقبلوا تحية عطرة من فريق العمل اللي كان موجود معنا بغرفة التنفيذ. كان مرافقنا بالإخراج الإذاعي وهندسة الصوت مدير هواء إذاعة نينار اف ام فادي قروشان، وفي البث المباشر كان معنا مجد منصور، وفي الإشراف العام والمتابعة رئيس تحرير إذاعة نينار اف ام حازم شحادة. كل التحية للسوشيال ميديا الأستاذ هادي مخلوف، وفي الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون كنت معكم أخوكم أحمد سكاف. منقول دائما مهما صار الزمن صعب ومهما قست الحياة، لازم دائما نسمع موسيقى ونغني ونقول شعر ونحب بعضنا ونعمل خير. تذكروا منيح، مهما طالت العتمة رح يظهر قمر وتشرق شمس ويسطع نجم. خلوا أملكم بالله كبير. ضلوا بصحة وخير وسلامة، إلى اللقاء.